أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. بس الرحلة دي مش بحور ومراكب، الرحلة دي في عمق الكون نفسه، جوه التردد والذبذبات، جوه الشفرات اللي بتحرك الحياة من غير ما نحس. في سؤال بسيط بس مرعب: هل الكون بيتكلم؟ وإن كان بيتكلم، هل إحنا بنفهمه ولا عايشين وسط رسائل ومش فاهمين اللغة؟ هل ممكن يكون في لغة سرية الكون بيبعت بيها رسائل، بس مش بالعربي ولا بالإنجليزي، بلغة مختلفة تماما، لغة بتدخل على الوعي من غير ما تمر على ودنك؟ موضوعنا النهاردة عن اللغة اللي بتفتح شفرة الكون. هل للكون لغة سرية؟ بص كده حواليك، انت شايف حاجات ولا بتقرأ رسائل؟ الشمس كل يوم بتطلع في توقيت معين، بتدفيك وبتغيب. القمر بيمر بمراحله، والمد والجزر بيرقص على نغمة سحرية، والمجرة بتلف بين ملايين السنين. كل ده عبث ولا في لغة بتقول أنا موجود، أنا مرتب، أنا بتكلم؟ بس إزاي نفهمه؟ إزاي نترجم كلام الكون؟ في ناس من آلاف السنين لاحظت حاجة: إن كل شيء حوالينا بيحصل بنمط معين. الزهور، القواقع، الأمواج، حتى جسم الإنسان، كله بيحتوي على نسبة بتتكرر في كل حاجة، اسمها النسبة الذهبية، وهي عبارة عن دوت واحد دوت ستة واحد تمانية. وده مش رقم عشوائي، دي لغة شكلية الكون بيعبر بيها عن الجمال والدقة. يعني الكون مش بيقولك أنا جميل، هو بيوريك جماله بلغة أرقام. الرياضيات هنا مش مجرد مادة في المدرسة، لا، دي الشفرة الأولى من شفرات الكون. نيجي بعد كده للصوت. في تجربة شهيرة اسمها سيماتكس، جابوا رمل ناعم وحطوه على سطح يهتز بالصوت. كل ما يغيروا التردد، الرمل بيرسم أشكال هندسية مختلفة، يعني الصوت بيخلق الشكل. تخيل لما كلمة تطلع منك بتردد معين تروح تغير شكل الواقع حواليك. يبقى دي مش كلمة، دي طلقة طاقية، دي شفرة بتشتغل في صمت. في حضارات كتير قالوا إن بداية الخلق كانت كلمة: كن فيكون. يبقى الكلمة مش وسيلة للتواصل، الكلمة أداة للخلق. القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. والتوراة بتقول إن الرب نطق بالكون، والهندوسية بتقول إن الكون بدأ بأم. يعني كل الحضارات ربطت بين الصوت والخلق. طب أنت كمخلوق، كلامك بيعمل إيه؟ هل لما بتتكلم بتبعت شفرات؟ هل دعواتك، أحلامك، حزنك، فرحتك، كلها أصوات بتتشفر وتتردد لك في صورة أحداث؟ أيوة، وده اللي بيقوله علم الطاقة وعلم النفس كمان. انت لما بتفكر في حاجة وبتحس بيها وبتركز عليها بتبعت ذبذبة، والكون بيرد على الذبذبة دي. في ناس بتشوف أرقام متكررة مثل 11 11، 22 22. دي إشارات ولا صدفة؟ لو كانت صدفة، طب ليه بتحصل مع ناس في لحظات معينة جدا؟ ناس كانت تايهة وبتدور على جواب، فبتبص تلاقي الرقم بيتكرر، أو حلم غريب، أو شخص ظهر فجأة بكلمة معينة. كل دي رسائل بلغات غير مألوفة. الكون مش بيكلمك بكلمات، ده بيكلمك بالإحساس، بالصدفة، بالرقم، بالحلم، بالتكرار، والوجع أحيانا. وكل ما تبقى واعي، كل ما هتبدأ تترجم اللغة دي. اللي بيكتب، بيرسم، بيحلم، أو حتى بيعيط، بيشارك في حوار كوني كبير جدا بس من غير ما ياخد باله. وكل حضارة قديمة سابت لك شفرة. الفراعنة عندهم رموز مليانة قوة، لغة من الصور والأشكال والأرقام. الهندوس عندهم مانترا،
الصينيين عندهم تشين وهي طاقة التغيير. المايا عندهم تقويمات سماوية دقيقة جدا. كلهم بيحاولوا يقولوا لنا في لغة، بس مش الكلمة اللي انت فاهمها. الموضوع هنا مش شعر ولا خرافة، ده علم وتجربة وملاحظة وحكمة آلاف السنين. ساعتها تبدأ تسأل، هل كل مرة كنت بتتكلم ولقيت الدنيا كلها بتجاوب معاك؟ هل حصلت معاك حاجات كأنها إجابة على سؤال أنت ما نطقتوش؟ هل في مرة خفت وحصلت مصيبة، أو فرحت فالدنيا فتحت لك؟ أهو ده الحوار السري بينك وبين الكون. ده معناه إنك بتتكلم حتى بصمتك، والكون بيسمع حتى لو أنت ما اتكلمتش. طيب، لو الكون فيه لغة، فين القاموس بتاع اللغة دي؟ يعني إزاي أترجم لما يحصل لي حاجة، أو أشوف إشارة، أو أحس بإحساس مفاجئ، وأعرف هو جاي منين؟ هل في دليل؟ هل في مفاتيح؟ أيوة، المفاتيح موجودة بس مش في كتاب، المفاتيح جواك أنت. الكون مش بيفهم كلامك، بيفهم نيتك. مش مهم تقول أنا عايز فلوس بصوت عالي، المهم إنك تبقى شايفها جواك، حاسسها، مصدق إنها جاية. ساعتها الكون بيترجم الطاقة دي على إنها أمر ويرد عليك. وده بيخلينا نسأل، هل المشاعر هي لغة الكون الحقيقية؟ ولو كده، يبقى الحزن والفرح والقلق والطمأنينة مش مجرد حالات نفسية، دي شفرات. كل إحساس جواك بيبعت تردد، والكون بيتجاوب مع التردد ده. يعني لو أنت عايش في طاقة قلق دايم، هتلاحظ إن حياتك فيها مواقف تقلقك. ولو أنت مطمن، بتلاقي حتى المصيبة بتعدي كأنها نسمة. في مقولة شهيرة بتقول، أنت مش بتشوف العالم زي ما هو، أنت بتشوفه زي ما أنت من جوه. يعني اللي جواك هو اللي بيترجم اللي حواليك. ولو رجعنا لحضارات زي الفراعنة، هنلاقي إنهم كانوا بيدوا لكل رمز أو كلمة قوة طاقية. كلمة زي معت مش بس معناها العدالة، دي رمز للطاقة اللي بتحكم الكون بالميزان. وفي اللغة الهيروغليفية، كل شكل، كل رمز ليه تردد معين. يعني كتابة الكلمة نفسها كانت نوع من أنواع استدعاء طاقة معينة. وده بيبان في استخدام المانترا، وفي البوذية والهندوسية. كلمة بتتكرر بصوت معين تفتح بوابة. بوابة مش مكانية، بل بوابة داخلية بتغير حالك وطاقتك وتركيزك. وهنا بنرجع للسؤال المرعب، هل ممكن كلمة تقولها تغير واقعك؟ هل ممكن كلمة تقولها تفتح باب؟ هل ممكن إحساس واحد يوصل لك نتيجة عمرك ما كنت تتخيلها؟ أيوة، وده مش خيال، ده علم. في أبحاث بتقول أن جزيئات المياه نفسها بتتغير شكلها حسب نوع الكلام اللي بيتقال قدامها. يعني تقول للمية بحبك، البلورة بتبقى جميلة ومنظمة، وتقول لها بكرهك تتشوه. يعني المية بتفهم ولا بتحس، ولا الكلام ليه ذبذبة فعلا بتأثر في المادة؟ يبقى لو جسم الإنسان 70% منه مياه وكلامك كله سلبي، يبقى أنت بتدمر نفسك من جوه من غير ما تاخد بالك. ساعتها نرجع نرتب المعادلة. الكون عنده لغة، اللغة دي مش كلمات، دي ترددات. ساعتها نرجع نرتب المعادلة وبالأرقام. رقم واحد، الكون عنده لغة. رقم اتنين، اللغة دي مش كلمات، دي ترددات. رقم تلاتة، الترددات دي بتتبعت من أفكارك، من مشاعرك، حتى كلامك. رقم أربعة، كل ما كانت ذبذبتك واضحة، كل ما الكون رد أسرع. رقم خمسة، وكل ما كانت نيتك صافية، كل ما الكون فهمك أحسن. بس خلي بالك، الكون مش بيشتغل بالعقلانية،
يعني مش علشان انت طيب هيكافئك، ولا لانك اتظلمت هينصرك تلقائيا. الكون بيشتغل بطاقة مبثوثة بيعود إليك. يعني لو جواك غضب، الدنيا هتدورك على حاجة تغضبك. حتى لو الدنيا سودة هتلاقي شعاع نور جايلك من حيث لا تحتسب. عشان كده لازم تراجع، انت بتتكلم لغة الكون بإيه؟ بمشاعرك؟ بكلماتك؟ بإيمانك؟ ولا انت مش سامعها أصلا؟ ولا شايفها مجرد صدف وعبث؟ ولو حسيت إن كل اللي بيحصل معاك غريب متكرر له نمط، فاعرف إنك مش مجنون ولا حساس بزيادة. أنت ببساطة بدأت تفتح ودنك للغة مش أي حد بيسمعها. خليني دلوقتي أخدك لحتة أعمق. افرض إنك عرفت الشفرة فعلا. افرض إنك اكتشفت إن الكون بيكلمك وبدأت ترد عليه. يعني وصلت لمرحلة إنك مش بس بتفهم، لا، ده أنت بقيت شريك فعلي في كتابة الواقع. هنا بندخل في أخطر مرحلة: التعامل مع اللغة دي بوعي. لو الكون بيرد على تردداتك، يبقى أنت مسؤول عن كل كلمة أنت بتقولها، كل دعوة بتدعيها، كل فكرة بتصر عليها. حتى لما تقول لنفسك أنا فاشل أو تعبان أو مفيش أمل، أنت كده بتبعت للكون رسالة واضحة: من فضلك حقق لي ده. طب ولما تقول أنا هنجح مهما حصل، أنا مستحق الخير، الفرصة جاية في طريقي، أنت كده بتفعل شفرة جلب الخير، جلب الفرص. اللي فهموا اللغة دي بدأوا يتحكموا في واقعهم. في ناس بتستعمل الصوت والتردد في الشفاء. في معابد كاملة كانت مبنية حوالين الذبذبة. معابد مش بس عشان العبادة، لكن عشان توصل الإنسان لصوت معين، لتردد معين يخليه يتواصل مع الكون. هل سمعت عن الهارمونيك ريزونانس؟ ده لما جسم يبدأ يهتز مع جسم تاني على نفس التردد. يعني لو في طبلتين وضربت واحدة والتانية تهتز لوحدها، بشرط يكونوا على نفس التردد. طب انت ترددك عامل ازاي؟ هل انت متناغم مع الحب ولا متناغم مع الخوف؟ هل انت على موجة الامتنان ولا على موجة الشكوى؟ الكون هيهتز معاك حسب التردد اللي يثبته. طيب، نرجع للسؤال الكبير: هل الكون له لغة سرية؟ أيوة، وله أكتر من لغة، بس مش بالكلام اللي بنعرفه ده. له لغة زي الأرقام المتكررة والرموز والصور والأحلام والإحساس الداخلي والحدث، وحتى الجمل اللي بتسمعها بالصدفة. وكل موقف بيتكرر في حياتك كأنه درس بيتعاد علشان تفهمه. كل دي لغات، وانت محتاج تفك الشفرة. زي ما الراديو بيلقط محطة واحدة لما بتظبط التردد، انت كمان لما بتظبط تردد وعيك بتسمع الكون بوضوح. لما توصل للمرحلة دي هتفهم انك مش لوحدك، وان في لغة ما بتربطك بكل شيء، بتخليك تشوف علامة في الشارع وتحس انها ليك، وبتشوف حلم تاني يوم بيتحقق، تحس بحاجة وبتكتشف إنها حصلت فعلا. اللي يقرأ الرسائل دي مش ساحر ولا نبي ولا خارق، هو ببساطة إنسان واعي. والمفاجأة إنك تقدر توصل للمرحلة دي بس لما تقرر تبطل الصخب وتبدأ تسمع، مش بودانك بس بروحك. في النهاية عايز أقولك يا صاحبي، الكون مش ساكت، الكون بيتكلم كل لحظة. بس هل أنت سايب قلبك مفتوح ولا مقفول على نفسك؟ هل أنت متصل بالتردد ولا مشغل إذاعة تانية خالص؟ افتح الإشارة واسمع، لأن في رسالة مستنياك، بس بلغتك السرية. سلام.